اسمها ايه بتقول بيبتيبو. مثلا على رايك بيبي بو. وتيجي قبل الفرح بيومين انا عايزه حاجه للحبوب وللحفر وللاماكن الداكنه وللشعر اللي بيقع وللقشره. ايه يا حبيبتي في ايه؟ هتعملي ده كله ازاي؟ نداء عاجل، نداء عاجل، اخر نداء لاي عروسه فرحها قرب. انا بذكرك اهو عشان ما تجيش تقولي محدش قال. اللي عندها مشكله قبل فرحها تحلها، سواء في كوعها او في رجلها. ما تجيش بعد كده تقولي ايه يا لا انا عندي اسمرار مش عارف هنا لا هنا لا هنا. حبيبتي عندك مشكله حليها، معلش فرح الاسبوع ده قولي لي اي حاجه تفتح في خلال يومين، في خلال 24 ساعه. لا ما هو مش سحر، هو مش سحر ومش عصايه سحريه اسمها ايه بتقول بيبتيبو. مثلا على رايك بيبي بو. هنغير كده مش سحر. هو انتي ما فاجئوكيش كده؟ ما دخلش عليكي ساري عربي قال ان هو هياخدك ويمشي؟ احنا عارفين بقالنا سنتين ان انتي هتتجوزي في الميعاد ده او في الوقت ده، يبقى من قبلها بفتره كده اعالج المشكله اللي عندي. طيب سواء بشرتي ما بتتعالجش في عند كوافير، ما بتتعالجش في بيوتي سنتر، ما بتتعالجش في صالون، بشرتنا بتتعالج عند الدكتور للبشره متخصص جلديه. تخصص جلديه يا جماعه، مش اي حد دلوقتي بقى طالع يجيب لك شويه بخار يحطهم على وشك كده هو بقى تخصص. طالما عندي مشكله انا اروح للصالونات والحاجات دي لو عايزه اعمل نضاره، تجديد كده بس الوش كده غير طبقه. ان عندك مشكله حقيقيه لازم دكتور جلديه. بالنسبه للاماكن الداكنه برضو الحاجات دي بتتحل يعني على حسب درجتها وعلى حسب هي وراثيه ولا مش وراثيه. برضو لو في حاجة مش وراثية ظهرت عندك مثلا في فترة معينة برضو بتتعالج عند دكتور جلدية، او لو في بس الحاجات بتاعت الصيدلية العادية لو الموضوع خفيف. وبعدين مش عيب ان يكون عندك مشاكل، كلنا عندنا مشاكل، كل واحدة عندها مشكلة مختلفة عن التانية، وفي واحدة عندها ميكس مشاكل وده عادي جدا. وهي مش مشكلة على قد ما احنا بنبقى مكبرين الموضوع قوي، ولكن كل حاجة ليها حل. يا تتقبلي نفسك زي ما انتي، يا اما تدوري على الحل للموضوع من قبلها. وبعدين ما تخجليش من اي حاجه موجوده فيكي لو انت مخلوقه بيها يعني وربنا يعني ميزك بيها، ما تضايقيش خالص منها. عايزه اقول لك انا لما كان بيطلع لي حبوب، انا جات لي فتره كده كان بيطلع لي حبوب بغباوه يعني، وبعد كده بقى بيطلع لي حبوب كبيره في اماكن متفرقه في وشي. فمثلا ايه جات لي فتره واحده كده طالعه لي في نص وشي وكبيره، بقيت ايه يعني ايه واخده الموضوع فن عادي. انا هنديه، انا اصلا انا قلبت هنديه مره واحده، واحده هنا تطلع كبيره. بصوا شايفين الحسنه دي؟ يعني الموضوع ما تبقيش حاطه الموضوع في دماغك وازاي اداريها وازاي احط عليها واخبيها. طول ما انتي بتحاولي تداري الحبوب بتطلع اكتر، وكل ما بتحاولي تداريها بالاخص بالميك اب بتزيد. حبي نفسك ايا كانت، وبعد كده بقى هنحل المشاكل براحتنا. وفي حاجات محظوره اياكي تقربي منها طالما ما عملتيهاش قبل كده، اياكي تعمليها تاني. اول حاجه وهو الموس في الرجل، اوعي تمشي موس على رجلك مهما كانت رجلك ناشفه جافه. استخدمي مرطبات، جربي انواع كريمات، جربي وصفات، اعملي ماسكات، لكن اياكي تحطي موس على رجلك. لو شلتي طبقه الجلد الميت المره واحده كده بالموس خلاص بقى انت غرستي ودخلتي في حته مش تخرجي منها، هيطلع اسوأ بكتير ومش هينفع يتشال بعد كده الا بالموس. لو ما شلتيش قبل كده شعر الوجه اللي بيكون في الجناب دوت باي وسيله، تمام، ما تشيلهوش. ما تجيش قبل فرحك بيوم، وعرايس كتير جدا جدا بتتعرض لحروق وبتتعرض لمشاكل جامده جدا والتهابات انها بتشيله يوم فرحها او قبل فرحها بيوم، وبتتفاجئ ان هي عندها تحسس مثلا من الشمعة او من الوسيله اللي هي شالت بيها. لو انت ما بتشيلهوش طول حياتك وهو اصلا خفيف ومش مؤثر عليكي ما تشيليهوش. لا طب انا مؤثر عليا وهشيله وخلاص وقررت ان انا انتظم عليه، يبقى قبل الفرح بشهور بجرب اكتر من وسيله. واحنا عارفين طبعا الوسائل كتير جدا، وبتشوفي ايه اللي ماشي معاكي وما طلعلكيش حبوب وما بهدلش وشك والتهب وبتمشي عليه. فصلة شعرك تتقبليها ايا كانت هي ايه، كيرلي قمر ونازله موضه وتحفه تهتمي بيها على انها كيرلي، ويفي نفس الكلام، ليس نفس الكلام. ما تغيريش في فتلة شعرك بالاخص قبل الفرح، سواء البروتين او اي ماده فرد شكرا شعرك بيتكسر وهيقع من النص وهيقع من فوق وهتقرعي. وعلى فكره هتقرعي ده مش هزار، حرفيا فعلا هتلاقي يعني لو انت بالاخص البنات اللي شعرها بيكون كيرلي او مش عاجبها، على فكره بيكون شعرهم كثيف جدا ما شاء الله يعني وشعرهم تقيل. فليه اهتم بالكثافه دي؟ اخليها يعني اهتم بيها على كثافته.
مره واحده لما بيعملوا بروتين وفرد والكلام ده بتلاقي شويه قد كده بعد كده، مش عشان اتفردوا، عشان هم وقعوا اساسا. الضوافر عايزه تغيري فيها الفيك نيلز. اي حاجه تانية بتقعد على الضوافر بالشهر وبالشهر ونص وبالشهرين هتمنعك من الطهاره، لان اساس الطهاره هو الوضوء. وطالما عامله حاجه هتثبت على ضوافرك بالشهر والشهر ونص، فانتي تخيلي بقى المده دي كلها، يعني مش عايزه اقول على ايه. مش هينفع. فيك نيلز اللي هو الضوافر اللي بتتحط وبتتشال عادي، هي دي اسلم حل ليكي، سواء كان في فرحك او قبل فرحك او لو حباها لاي مناسبه. شعرك لو فتلته ضعيفه وضايعه ما تصبغيش قبل فرحك، والافضل ما تصبغيش خالص قبل فرحك. اصبغي بعد ما تتجوزي مثلا ب6 شهور او بسنه. ليه بقى؟ خليه يشوف شعرك الاول على طبيعته. هو كده كده يعني ايا كان لون شعرك بالنسبه له هيبقى حاجه جديده، لان هو ما شافكيش قبل كده باللوكات وبشعرك ومره كده ومره كده ومره كده. بعد 6 شهور او سنه تقدري تعملي نيو لوك تشاركيه في اللون اللي هو هيحبه. عايزه تغيري لون شعرك، يعني مش مثلا مره واحده شعرك اسود نلاقيكي قلبتي بلوند، لا، يعني بالتدريج كده. يعني مره نخصل كده ندخل لون مع الاسود، بعد كده نبقى نغير بالتدريج عشان ما يتخضش. بس متجدده متغيره ما بحرقش نفسي. اعملي الحاجات دي كلها مع بعض. ومعاكي فلوس حتى لو قليله اعملي ليزر. بنجيب في جهازنا سكين كير وهير كير وبصوا كل حاجه في الجهاز، وبنبقى قبلها مسحولين في الشقه. ما ينفعش كل الروتينات بتاعت البشره والشعر اللي عايزين نبقى حلوين جدا نعملها قبل الفرح يعني.